يوزر نيم والباسورد هتبدا تكتبهم هنا ونبدا نعمل الخطوات. طبعا انا هبدا اكتب هنا اليوزر نيم بتاعي عشان شركه فودافون، فهكتب اليوزر نيم فودافون كل الحروف سمول. بعد كده هبدا اكتب الباسورد كل الحروف كابيتال. بعد كده يا شباب هنزل وهبدا اقول لوج ان، هيبدا يفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. طبعا هنا في اول حاجه كده من على الشمال جايب لي هوم زي ما انتوا شايفين كده، هوم، بعد كده انترنت، بعد كده هوم نتورك. طبعا احنا هنختار حاجه اسمها هوم نتورك، تالت واحده من على الشمال، تالت واحده من على الشمال اهي هوم نتورك. بعد كده نختار حاجه اسمها دبليو سيتنجز. بعد كده هنبدأ نختار حاجة اسمها دبليو انكريبشن اللي هي أول واحدة ديت. تمام، دبليو انكريبشن. تمام. طيب بعد كده هنبدأ ننزل ونعمل بالشكل ده كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده أول حاجة SSID ده اسم الشبكة، SSID عندي اسمها أحمد، ده اسم الشبكة بتاعتي اسمها أحمد. أنا ممكن أخليها مثلا علي. تمام، انا اخلي اسم الشبكه بتاعتي علي. بعد كده هنا انيبل SSID علامه الصح دي عشان تفعل الشبكه. بعد كده يا شباب جايب لي 32 شخص يقدروا يتصلوا بالواي فاي. انت ممكن تقلل الرقم ده ل3 يقدروا يتصلوا بالواي فاي، 4 يتصلوا بالواي فاي، 5 10 يقدروا يتصلوا بالواي فاي، لكن هو محدد لي 32 شخص يقدر يتصل بشبكه الواي فاي. تمام. بعد كده نيجي هنا عند السكيورتي وهنختار اخر حاجه. بعد كده هنيجي عند ديت، طبعا هي بيبقى يكون خيار واحد. تمام. بعد كده هنيجي عند الباسورد هنا وهنبدأ نمسح الباسورد وهنبدأ مثلا نكتب وليكن الباسورد صلاح مثلا. تمام، كتبت طبعا الباسورد بتاعي صلاح. طيب انا دلوقتي كتبت الباسورد بتاعي، انا مش عارف اذا كنت انا كاتب الاسم صح او غلط، زائد حرف ناقص حرف، فانا عايز افهم انا كتبت ايه عشان ما اعملش حفظ وارجع الاقي الشبكه ما اتصلتش معايا ونقف في مشكله تاني. تمام. كل اللي عليا هبدا اضغط على شو باسورد على المربع ده كده، هيبدا يظهر لي ايه؟ هيبدا يظهر لي الباسورد بتاعي. طيب هو كده مكتوب صلاح. طيب هبدا اضغط كده وهبدا ممكن اعمل شباك. تمام، 1 4. تمام كده جاب لي اللون اورنج يعني كلمة المرور ميديم يعني متوسطة. تمام. طب انا عايز اخليها قوية، هبدأ ممكن اعمل اد واجي هنا واكتب حرف كيو كابيتال مثلا، جاب لي سترونج باللون الاخضر، فكده الشبكة بقت قوية. تمام. لو طلعت كده هنزل على المربع اللي بعد كده اللي انتوا شايفينه ده اللي هو هايد برودكاست. هايد برودكاست ده متحدد عليه ده عامل اخفاء لشبكة الواي فاي. يعني زي ما انتوا شايفين كده هايد برودكاست، هايد برودكاست دي طالما متحدد عليها علامة الصح بالشكل كده يبقى انا عامل اخفاء لشبكة الواي فاي. طب انا عايز ازل شبكة الواي فاي، هشيل هايد برودكاست، هشيل علامة الصح بالشكل ده كده من على هايد برودكاست. فانتوا شايفين هتلاقي هايد برودكاست كده الشبكه بتاعتها ظاهره. طيب عايز بقى اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، كل اللي عليا هاجي عند هايد برودكاست واحدد على علامه الصح. بعد كده هبدا اضغط على كلمه سيف، بعد كده هيبدا يحفظ معايا البيانات بتاعتي. تمام، او هيحفظ معايا الاعدادات بتاعه الواي فاي اللي انا عملتها. طبعا الصفحه خرجت عشان هو بيديني وقت بسيط جدا، لو ما لحقتش اعمل الاعدادات فيه بيخرج ولازم تبدا تكتب تاني من جديد اليوزر نيم والباسورد. تمام. فانا اعتبر كده انا خلصت الفيديو. كل اللي عليك بتسيف، بعد كده بتحفظ الاعدادات اللي هو التسييف او حفظ الاعدادات، فخلاص كده انت بيكون عملت الاعدادات بتاعه الواي فاي الجديده. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.